اليوم منتخب المغرب فهم المنتخبات الافريقيه كيفاش تلعب، فهم السيستم، فك الشفره وجدي ولا؟ حكينا في البلاتو هذايا على فتره التشكيك اللي تعرض لها منتخب المغرب وهو يفوز. منتخب بعيد عن المنتخبات الافريقيه، منتخب بعيد سنوات ضوئيه على جميع المستويات، انديفيديوالمون اي كوليكتيفمون. اسامي كنت تسمي فيهم توا اسامي كبار برشا، اسامي ممكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا مغرب فيرست الثانية. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا اول تعليق تونسي بعد الفوز القاتل للمنتخب الوطني المغربي امام النيجر. الصبري والخنوس يسحرون العالم. المنتخب الوطني المغربي في الشوط الاول كما شفتوا لعب واحد التهاون بزاف تضييع الفرص، تقليل من الخصم، هادشي اللي خرج عليهم في الشوط الاول. اما الشوط الثاني جات الصفعه طرشه فيقاتهم، هي اللي فيقاتهم من النوم، سجلت النيجر الهدف الاول، ولكن في الاواخر سجل الصبري هدف من تمريره رائعه من ابراهيم دياز، والهدف الثاني اللي جا في الدقائق الاخيره من الخنوس. هادشي باش يتعلم ان اي منتخب خصوصا في الافريق ما عمرك تلعب تهاون، دائما انك تلعب لا بلو فار عندك، انك باش تغلب سجل جوج ثلاثه عاد ديك الوقيته قصر مع راسك. اما انك باش تلعب بتهاون والحقره راه تجيبها في راسك. الفيديو رائع جدا اصدقائي، خليونا واحد جيم وكومونتير باش نعرفوا الراي ديالكم على هذه المقابله. خليتكم في راحه البال، خليكم مع الفيديو. اليوم منتخب المغرب فهم المنتخبات الافريقيه كيفاش تلعب، فهم السيستم، فك الشفره وجدي ولا؟ حكينا في البلاتو هذايا على فتره التشكيك اللي تعرض لها منتخب المغرب وهو يفوز. منتخب بعيد عن المنتخبات الافريقيه، منتخب بعيد سنوات ضوئيه على جميع المستويات، انديفيديوالمون اي كوليكتيفمون. اسامي كنت تسمي فيهم توا اسامي كبار برشا، اسامي ممكن اكبر حتى من ناحيه الاسم من برشا لاعبين مش يلعبوا الورو توا في منتخبات كبيره ياسر، او معناها تضاهي بعض الاسامي. انت كي تقول تو ابراهيم دياز ولا تقول ما نعرفش ما برناردو سيلفا ولا عادي جدا، معناها تحط منتخب المغرب في الورو عادي تلقى في النصف النهائي اشرف حكيمي ولا كانسيلو ولا معناها يلعب واحد يلعب في البرشا واحد يلعب في البي اس جي. حكيمي افضل من كانسيلو بيان سور في ريجستر معين، خير منه برشا. الحقيقه منتخب كبير برشا. شوف عندنا مشكله، احنا مشكله في المنتخبات العربيه اذا كان حتى تفوز ب1-0 ولا 2-0 وانت قبلها في الاشيانس اللي قبلها معناها كنت مشيت لبعيد، معناها تولي فتره شك وفتره تشكيك، ويقوم المدرب ويولي معناها عندهم الحق في النقد نتاع اختيارات المدرب، لكن المدرب عنده الحقيقه من الذكاء اللي ينجم يخرج من الاسئله الكل. مدرب وطني، مدرب رقراقي، مدرب وطني، مدرب مغربي يعرف كيفاش ياخذ الملاعبيه الكل، ملاعبيه كبار في الاسم، ومدرب يعرف كيفاش ياخوها، شو الفرق معناها، ويجاري الجروب كما يلزم. وهذاك الحقيقه سر نجاح نتاع المنتخب هذايا ما يغيبش عن الناس الكل، لانه المنتخبات الافريقيه واي منتخب باش يواجه المنتخب المغربي باش يحضر الدوبل والتريبل، باش يقول لك انا قدام ما كنتش تلعب بالدفاع بيان سور، قدام انا قدام الارماده الكبيره نتاع اللاعبين اللي ياسر صغير، ابراهيم دياس، يوسف نسيري، كلهم معناها، والمدرب يعرف كيفاش يجاريهم. اي فريق باش ينكمش دفاعيا، وذاك الصعوبه وذاك الخدمه نتاع المدرب وين تظهر. انت باش تلعب كونتر ان بلوك ديفونسيف، ان بلوك كومباكت، ان بلوك ديفونسيف، ظهر لي الخدمه نتاعك، والخدمه مش في المقابله، الخدمه في التمارين. معناها وقت اللي تحب تحل ان بلوك ديفونسيف وتتعدى سور لو كوتي، تتعدى في البروفوندور وتتعدى اونتر لي ليني، التحركات تاع منتخب المغرب، تغييرات التحركات تاع لاعبي المغرب تدرس تتقرا. معناها كي تقول ان ريليور، تقول اناحي، ولا تقول ان ميليو اوفونسيف ابراهيم دياز، وين يقف وين يستلموا الكره، معناها اونتر لي ليني في ظهر لي بيفو نتاع ليكيب ادفيرس، معناها هذاك شنو لازم يكون، هذاك شنو لازم يكون. معناها كي تقول جوار كولوار اللي يسبز صغير، ولا ابراهيم دياز وقت اللي يبدا سولي كوتي، ولا حكيمي، معناها هذاك اش معناها ان كونترام لاعب يفسخ. والانيماسيون معناها حاجات تدرس. منتخب كبير، منتخب ما نجموش نقارنوه بحتى منتخب افريقي، نقارنوه بالمنتخبات الاوروبيه الكبيره زاده، لكن منتخب نحن والجزائر ومصر وكل بعد توافق وجدي الراي انه منتخب المغرب بعيد سنوات ضوئيه على منتخبات شمال القاره، على المنتخبات الافريقيه كل ويقارن بالمنتخبات الاوروبيه؟ نحترم رايه جدا، لكن ما نوافقوش على مدار كامل. صحيح منتخب عنده امكانيات رهيبه، وهذا مما لا شك فيه. احنا ما نتقارنوش معاهم من ناحيه المردود، وصحيح وعنده الحق. لما تلعب على مستوى التصفيات صحيح، سي ان كلوب ولا سوي ناسيون
كي بوري دو كاليتي دو جوور، خاطر اللاعبين نتاعهم ينتميوا لدرجه اولى في البطولات الاوروبيه، يلعبوا دي تيتولير دون دي غران كلوب كي جو لي بروميي تابلو. حكيمي احسن مثال. لكن لما توصل للنهائيات، وهذا الاهم، احنا تونس توا كيس كون فو، سي كون فو افوار اون ناسيون كي كابابل دو ديفي لي غروند ناسيون في الكوب دي موند. مش نترشحوا نحن كوب دي موند السيري ده ديفي لي شنو معناتها نترشح؟ سي كيل فو كونسترويز اون ايكيب بروغريسيفمون باش توصل لهذاك. كان باش ترشح كيما ترشحت مره فاتت وتروح، فوميو نقعدوا هوني الواش ماشيين. شنو باش تقعد تعمل ديسيبسيون واحده اخرى وتقول يا ليتني ما مشيت؟ ما هو اون فو من اليوم نخدموا تدريجيا، فماش ما ربي يجيبنا في الصواب ونوصلوا، ما نقولوش كيما المغرب، اما نوصل المغرب مش كلته نخدموا تدريجيا. اعطيني لي جراند لين، اعطيني لي جراند لين ونيفو ليكيب ناسيونال كوره عموما كل ما هي سهل جدا سهل جدا. تنجم تخدم ليكيب ناسيونال لا لا تنجم خويا تنجم. يزي من الشعوذه قاعدين تشعوذوا. انت تحت لواء شكون؟ تحت لواء الفيفا ولا؟ اي شنو معناتها المغرب تعطي مش عارف انا 150,000 دولار وانت تعطي 50,000 دولار؟ المغرب اغنى منا، اغنى منك. الملك ما لا نو تو كومبار با افيك او. اقعد في بلاصتك وقول ما عنديش كوره. ايكوت سي كوم سا لو فوتبول اللي كوم سا. بعباره اخرى، يا اما تدخل السوق نتاع الفوتبول وبامكانياتك وكذلك بطاقاتك وبالكولتور تاعك وتعمل شو اسمه لا كونكورونس، ولا تقول راهو انا خاطيني وما تبداش تقول لا والله ونجموا عملنا قبل. هذه ماهاش تاكل راهو توا تلمون يا دي ديتاي في الفوتبول سي كو تو سا دو ات بريباري. المباراة حتى نبين مشقة المباراة لهؤلاء اللاعبين، لأننا شاهدنا حقيقة في نهاية الشوط الأول لاعبين تعبانين جدا وكأنهم يريدون من الحكم أن يصفر حتى يعودوا أدراجهم إلى غرف تغيير الملابس. تفضل آمن. على الحكاية تاع الصيام ومشقة المباراة مع الصيام. انا الصيام على باليش، انا طوق ما كنتش معاهم من امن حتى واحد. لازم لي جوار يهضروا يقولوا باللي كنا صايمين. كنا صايمين مثلا. وكان هادو منا وقالوا قدامنا ما نامنش. نعم. سمعتني باسكو سي ديفيسيل. صعيبه انك تصوم. صعيبه بزاف. علاش قلت لك انا ما نامنش؟ كي يقول لي جوار يهضر يقول باللي صمنا 90% ولا 100% كاع لي جوار يلعبوا تما نامنهم. نعم. ومع ذاك مع الصيام امين المشقه تزيد اكثر واكثر. باش تلعب في الافريق هكذا بوتسوانا كيما تتكلم 30 درجه او 70% ولا 75% ميديتي ولا سي با فاسيل. حنا زعما يلعبوا ماتش وكيما قال لك حسين مع على سفر يقدر يفطر. دونك بون نهار الماتش ومع حنا ماناش فيها كلام. دونك شوف ولا كانوا صايمين ولعبوا دونك ماشي بالسهل تلعب صايم وتلعب مقابله في افريقيا. دونك ولا ما صاموش ولا ديك بينهم وبين روحهم. لهذا على كل حال حنا الاهم اللي يهمنا ماشي هذا السوجي. انا ما السوجي هذا ما عنده حتى معنى. لا قلت لك امين احنا مدينا المعلومه على مشقه المباراه. قلت لك ولا ربحوا وهما صايمين سي فري سي با فاسيل. كنت تروح تلعب دوكا ماتش في الحومه تعيا وتكون سخانه وقدام تاثير الصيام ودرجه الحراره والرطوبه. نعم. دونك حنايا ولا صاموا ان شاء الله عندهم اجر. سؤال واحد واريد اجابه واحده فقط. اختار يا ابيض يا اسود. هكذا. تفضل حسين. تفضل. يا ابيض يا اسود. من كان رجل المباراة؟ عمورة ام قويري؟ ميدو. يا ابيض يا اسود. عمورة. 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 بوداوي. هذا قلنا له يا ابيض يا اسود قال لك احمر. احنا قلنا له قويري او عمورة قال لك بوداوي. هو خضر او لابس خضر؟ لابس خضر قال لك بوداوي. انا خديت بوداوي محمد لانه شوف المجهودات اللي بذلها بوداوي في المباراة وبدنيا كان حاضر تقريبا في كل مكان كان حاضر بوداوي، وفي كل الاهداف تقريبا كانت عنده لمسة بوداوي. في الهدف الاول هو صاحب التمريرة الحاسمة ناحية امين قويري. انا اشوف انه مباراة مثل هذه تستحق الاشادة. انا مانيش نقول عمورة وقويري ما لعبوش مليح، حتى عمورة وقويري انا كان لي نمد اليوم 3 جوائز تاع رجل المباراة، قويري عمورة ونزيد نمد البوداوي. ولكن من اجل حارس المرمى ما تمدلوش، من اجل حتى قندوز كان سلك فرصتين او 3 فرص من على الخط. وحارس ولا ما سلكش 3 فرص في مقابله واش راح يسلك؟ انت اليوم حاجه ما راهي عجبتك يا اخويا. حاجه اللي رانا نقولوها حاجه كي ما يجبدش دوزاري ما يديرش دوزاري دون زان ماتش. واش حبيت؟ علاش ما لو غارديان كاين دوزاري كاين ديزاري من ديزاري. انت كل لعبت كره قدم امين وتعرف مليح
واش معناتها كاين ديزاريم معليش، وهذيك ماشي كاع الحراس يقدروا يشدوها. هذيك كيفاش ماشي كاع هذا رايي متساهل. هذا رايي نقول لك نو، راني نتبع في الهضره ديالك مانيش كونطر عليك. الصيام ما عجبكش الحال، بوداوي رجل مباراة ما عجبكش الحال، قندوز قلت باللي ما قدم مباراة جيدة وكان دار تصديات في المستوى، ما عجبكش الحال. انت دوكا قبل ما نبداو ليميسيون قلت لي ما الله غير حرت لي من عموره ولا قويري نقول لهم دو ماتش، ودوكا قلت لنا بوداوي. قلت لك علاش، علاش قلت لك علاش؟ باسكو كامل تخيروا عموره ولا قويري، انا مديت لك بوداوي باسكو بوداوي ثاني يستاهل. احنا رانا في لا لوجيك تاع كره قدم، احنا رانا ماناش زعما خالف تعرف، حنايا عموره ماركا دو بيت سي لوم دو ماتش، ما كاش. انت راك اور لا لوجيك تاع كره قدم. راني خالف تعرف بيان سور. انت تقول لي بوداوي دار طري بون ماتش، بصح ما يقدرش، بصح ما يقدرش يكون ما يقدرش يكون دو ماتش، ما يقدرش يكون امين. انت لعبت كره القدم خويا، عندك فيكو اللي ما عنديش انا. فهذا ما يعنيش انك انت رايك في كره القدم كاع صواب وانا رايي كاع خطا. سامحني امين، خليني اسمعني. انا سمعتك، انا واسمني امين بن شابير. امين بن شابير لهنا كيجي مد رايو، ان شاء الله يكون رايو الدنيا كاع صفراء. امين مد كحل يبقى رايي، هذا رايي. من انا ما تقوليش تمد رايك خالف تعرف. بوداوي هو رجل المباراه. كمل. معليش اخويا، هذا من حقك. لازم يكون رجل المباراه واحد اتاكون ولا مباراه واحد. احنا قلنا لك اختار بين عموره وقويري، مديت بوداوي. رايك محترم، لا ما تزعفش، لا ما تزعفش. انت قلت لنا عموره هو رجل المباراه، لماذا؟ عموره لانه سجل هدفين، ومعروف في قاعدة كرة القدم لما اللاعب يسجل هدفين راح يكون هو لوم دي ماتش حتى وإن لم يفعل أي شيء. لكن عمورة وشنو هي اللي تخليني يعني بينه؟ قل لي وعلاش قلت عمورة ما قلتش قويري؟ لأن قويري سجل ودار تمر. شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة الفيديو، كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم أصدقائي. ما تبخلوش علينا بواحد جيم اشتراك في القناة باش تكبر العائلة ديالنا أصدقائي، لأنها قناة مغربية بامتياز. كما شفتوا أصدقائي أن المنتخب الوطني المغربي بقيادة الناخب الوطني الركراكي راه ولا تيطلع مزيان، لاعبين رائعين جدا. ابراهيم دياز اللي هب لنا التوانسه والجزائريين وكلشي، حسدنا على هذه الجوهره. وايضا الهدف الرائع ديال الصابر اللي كان هدف انا فكرني في ديال السعيدي اللي عقلتو عليه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد الجزائر 4-0 في مراكش. بيت رائع جدا بحال هذاك البيت اللي عاود لنا سيسي باري اليوم. منتخب رائع متوازن، خاصنا شويه في الدفاع باش نكونوا فريق واعر ما يقد على حتى واحد. وكما قالوا التوانسه المنتخب الوطني مرعب، المغربي مرعب برشا. 19 هدف في 8 المقابلات، رقم كبير جدا. كلشي فوز فوز فوز. احنا دابا غادي نطلعوا، اصلا حنا طالعين راه التنظيم عندنا افريقيا والكاس ما تخرجش من المغرب. شكرا لكم اصدقائي، تحياتي لكم وديما مغرب.